دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمل كوزين باتنا. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تقليدية، هي وصفة التليتلي. تبعوا معايا الخطوات. أول شي راح نجيبو قصعة باش نديرو فيها التليتلي تاعنا اللي راح نفوروه. أنا استعملت هاد النوعية، نتوما تقدروا تستعملوا أي نوعية. التليتلي في جهة الشرق كاين اللي يسميه لسان الطير أو لسان العصفور في جهة الغرب والوسط، كل واحد كيف يسميه. بعد ما نفرغوا هذاك الباكي تاع التليتلي، انا استعملت 500 غرام، يعني باكي فيه رطل تاع تليتلي. نفرغوه في القصعه تاعنا، نديروا عليه الزيت، نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت مليح في التليتلي باش من بعد كي نفوروه ما يلصقوش الحبات في بعضهم. نحاولوا ندخلوها مليح. الان راح نجيبو كسكاس اللي راح نديرو فيه هذاك التليتلي باش نفوروه. هنا اكيد راني درت الماء يغلي فوق النار. راح نحاولوا نسويو هذاك التليتلي في الكسكاس تاعنا ونحطوه فوق البرمة اللي كانت ديجا تغلي. ما تحطوش التليتلي تاعكم فوق الماء حتى يبدا يغلي باه ما يتعجنش معاكم. نمروا الان للمرقه تاعنا. انا اليوم راح ندير تليتلي ابيض. درت الزيت. الان راح نحطو الدجاج اللي كنت صوبته ونقيته مليح وغسلته مليح. نخليو الدجاج تاعنا يتقلى شويه في هذيك الزيت. بعد ما تقلى الدجاج راح نضيفوله البصل والثوم. هنا كنت رحيت حبة بصل و3 سنات ثوم. نخليو البصل والثوم يتقلاو مع هذاك الدجاج. هاد الوصفة ما فيهاش خلاص طماطم، يعني لا طماطم مصبرة ولا طماطم حب، يجي ابيض. كاين اللي يديروا احمر، انا يعني ندير ابيض ومرات ندير احمر، كل خطره وكيفاه. هنا راني ضفت الملح وراس الحانوت. من بعد راح نضيفو رشه فلفل اسود، يعني التوابل ملح فلفل اسود راس الحانوت. الان حطيت نصف مكعب جامبو دجاج، طبعا اختياري هاد الاضافه، لكن راح يمدلها نكهه مميزه. نحركو مليح هاد المكونات، نخليهم يتقلاو. من بعد نجيبو الحمص تاعنا. الحمص انا كي نشريه نبيتو ليله كامله في الماء، الصباح نطيبو نص طياب ونكونجليه باش كي نحطو مع الدجاج تاعي والخضره يطيبو كيف كيف، ما يقعدش الحمص يابس. كي تقلاو لنا مليح راح نبداو نضيفو الماء باش نمرقو لاصوص تاعنا. كي تضيفوا الماء حاولوا تغطيو هذاك الدجاج. طبعا التمرق حسب التليتلي تاعكم، يعني انا درت الافراد عائلتي فقط. كي يكونوا عندكم ضياف اكيد راح تضاعفوا الكميه تاع التليتلي وتزيدوا المرق. هنا البنات لاستيس تاعنا تاع نهار اليوم هي طريقه اللي نفور بها. انا ما نحيش خلاص التليتلي من الكسكاس، نخليه في الكسكاس ونضيف له الماء ونحرك بالمغرف تاع الحطب كيما راكم تشوفوا. هذه الطريقه راح تسهل عليك بزاف الخدمه وتربحي الوقت. يعني فار مليح. من بعد هنا عقبت لكم شويه الفيديو. اولا ضفت نصف الكاس الاول وهنا ضفت نصف الكاس الثاني، يعني بالمجموع كاس تاع ماء. تضيفوه والكسكاس يعني في بلاصتو، ما تفرغوش في القصعه وتبقاو تحركوا بالمغرف تاع الحطب. شوفوا هنا كيفاه يعني فار التليتلي تاعنا ما لصقنا ما والو، كل حبه جات وحدها.
جربوا يا البنات هذه الطريقة راح تسهل عليكم بزاف الطفوار. العجائن كامل يصلحوا كيما هكا، يعني تليتلي شخشوخة الظفر، ماشي كيما الطعام لازم نفرغوه في القصعة. شوفوا البنات باش تعرفوا بلي التليتلي تاعكم خلاص زايدلو الطفوار، كي تهزوا الحبة وتقسموها بظفركم هكذا تتقسم معاكم بسهولة. بعد ما نطفيو عليه راح نجيبوه نحطوه في القصعة. قبل ما نحطوه نضيفو شوية مارغرين ولا زبدة، شي اللي متوفر عندك، هي من الأحسن الزبدة، أنا عندي مارغرين هنا. نفرغو فوق هذاك التليتلي اللي كان فار معانا. بعد ما فرغناه كامل راح نحركوه مليح ونديرو بالطريقة هذه، يعني كما راكم تشوفوا فيا ندير بالمغرف، يعني باش نتأكد بلي ما كانش حبات لاصقين في بعضاهم، باش يجي معنا كامل مفركت على حبة. ونحطوه كوتي ونفوتو للمرق تاعنا. انا عندي لهنا حبتين بطاطا، 3 قرونه فلفل حار، حبه جزر، وحبتين جريوات ولا قرشات. الان قسمتهم كامل على 2. بعد ما فتحت على المرق تاعنا، يعني انا باش نحي الدجاج ونضيف الخضره، لقيت الدجاج مازال شويه ناقص طياب، خليته وضفت الخضره معاه. اذا لقيتوا الدجاج تاعكم خلاص يعني يدخلوا طياب مليح، نحيوا الدجاج وحطوا الخضره تاعكم الطيب. كي تبدا تغلي نغلقوا عليها ونخليو الخضره تاعنا تستوي. المرقه البيضاء تحب بزاف الكورجات والحمص، حتى الخردل اللي عنده الخردل ولا اللفت يقدر يضيفه. انا هنا ما عنديش، ضفت يعني الكورجات فقط. بعد ما طابت معنا الخضره تاعنا راح نحيوها كامل من المرقه، يعني راح نصفيو المرقه تاعنا من هذيك الخضر والدجاج والحمص. كما راكم تشوفون نحاولوا نحيوها بشويه، يعني باش ما تتفتتش لداخل في المرق، تبقى محافظه على شكلها، لانه من بعد راح نحمروها. هذا التليتلي الابيض يجي بنين بزاف. هنا بعد ما نحيت الخضره كامل راح نزيد نحي الحمص، يعني تبقى لي غير لاصوص. هنا راح نجيب مقله شويه عاليه، ولا اذا عندك مرميطه يعني كيما حبيتي، حاجه اللي حبيتي تجمري فيها جمري. هنا راح نجمرو التليتلي تاعنا، راح نضيفو شويه صوص في المقله باش ما يلصقناش. من بعد نضيفو هذاك التليتلي ولا لسان العصفور ولا لسان الطير، كل واحد كيف يسميه. نضيفه كامل في المقله هنايا، ونضيفو فوقو لاصوص. لازم نغطيو التليتلي تاعنا بلاصوص، ونقصوا له النار خلاص، ونخليوه يتجمر ولا يتشرب في عقله. بعد ما خلينا التليتلي تاعنا يتجمر، جبنا مقله واحده اخرى درنا فيها شويه تاع مارغرين، وراح نضيفو شويه تاع زيت، ما نكثروش الزيت باه نحمرو الخضره تاعنا والدجاج. طبعا مره على مره نحركو التليتلي تاعنا، ما نساوش باش ما يلصقناش في المقله ولا في المرميطه. كما راكم تشوفوا انا ضفت هنا عاودت رجعت الفلفل يتجمر مع التليتلي لانه جاني ناقص حراره. الان الزيت تاعنا تكون سخنت، يعني المقله الثانيه اللي حنحمرو فيها راح نضيفو الخضار. كي تتحمر الخضار تجي بنينه. راح نحطو كامل الخضره اللي عندي، يعني اللي راح نزين بها الصحن.
كما راكم تشوفوا ضفتها كامل. راح نخليوها تتحمر. هنايا زدت شويه لاصوص للتليتلي تاعنا. كي تشوفوه بلي تشرب خلاص هذيك لاصوص اللي درتوها مع الاول ومازالوا يابس، تقدروا تضيفوا لاصوص. هنا بعد ما قلبت الخضره تاعنا دات تحميره على الوجه، قلبتها زاد تحمرت من الجهه الثانيه. بعد راح نحيها. ما تكثروش الزيت والزبده في المقله لانه ما بغيناش الخضره تاعنا تتشرب الزيت، بغيناها برك تتحمر. اللي لقيتهم مازال ما تحمروش مليح قلبتهم من الجهه الثانيه. وهنا راح نزيد نضيف الدجاج. كي تضيفوا الدجاج نقصوا النار مليح، على بالكم بلي الدجاج كي تكون النار قويه والزيت في المقله راح يطرطق. نقصوا النار خلاص، وتبقاو تحركوا التليتلي ما تغفلوش عليه. الحاجه اللي تجمروا فيها لازم تكون تتغلق، يعني مقله ولا مرميطه لازم يكون عندها المقفل تاعها باش يتجمر لكم مليح. الان راح نقلبوا الدجاج يزيد يتحمر على الجهه الثانيه. في التحمار الزبده ولا المارغرين تساعدكم احسن من الزيت، هي اللي تمد لنا هذيك التحميره شابه. شوفوا هنا التليتلي تاعنا بعد ما طفيت عليه خلاص تشرب هذيك لاصوص كامل. هنا تقدروا تذوقوا الملح تاعكم قبل ما تطفيو، تقدروا تذوقوا الملح وتضيفوا. البنات بالنسبه للتليتلي لازم تقراو قبل ما تبداو تخدموا، لازم تقراو اذا كان فيه الملح ولا لا. كاين عجائن اللي تجي فيها الملح، يعني اذا كان فيه الملح حاولوا تنقصوا الملح في لاصوص تاعكم باش ما تجيكمش الماكله مالحه. هنا عندنا صحن التقديم، عندنا الخضار اللي كنا حمرناها وعندنا الحمص. راح نجيبوا التليتلي نحطوه في الصحن التقديم. شوفوا يعني راه مفركت، يعني كي نحطوه يهبط وحده لانه ماوش لاصق في بعضه. طاب وتشرب مليح هذيك لاصوص. يعني راح ندير هذه الحركه برك باش يعدل الوجه تاعو. الان راح نزينه. التزيين يعني كل وحده تزين طريقتها. انا راح نستف الحمص كامل في الكوتي تاع الصحن. كاين اللي يدير الحمص في النص، يعني انا مرات نديرو في النص مرات نديرو هكذا، كل خطره كيفاه. قلت لكم التزيين يبقى اختياري. بعد ما كملت الحمص كامل استفتو في الكوتي، راح نحط باقي الخضار والدجاج. ان شاء الله هي البنات تجربوا هذه الوصفه راح تعجبكم بزاف. وكتبوا لي في التعليقات اللي جرب هذه الطريقه وعجباتو يكتب لي في التعليقات، خاصه كما قلت لكم الطريقه اللي تفوروا بها راح تسهل عليكم بزاف باش ما تضلوش تفرغوا هذاك التليتلي في القصعه وتعاودوا ترجعوا. هكذا راح تسهل عليكم خلاص. بعد ما كملت ضفت انا هنايا كان عندي بيض مغلي زينت به، وهاو الصحن تاعنا يعني مزين. هاد الاكله يعني التقليديه تقدروا تقدموها يعني للضياف ولا العائله تاعكم، يعني تصلح للايام العاديه وتصلح للضياف. ان شاء الله يا البنات يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. اللي موش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. كانت معكم امل كوزين باتنا. دمتم في رعايه الله وحفظه.